صباح الفل على البنور، صباح الهنا، صباح السرور. البط ده يا جماعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. فيديو جديد ان شاء الله يعجبكم وينال استحسانكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تحطوا لنا لايك وكمان كومنت حلو زيكم بيفرحنا ويشجعنا، وجزاكم الله عنا كل الخير. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويرزقنا واياكم الرزق الحلال الطيب المبارك، ويبارك في اولادنا واولادكم يا رب، اللهم امين. صباح الفل على البنور، صباح الهنا، صباح السرور. البط ده يا جماعه بط خليط زي ما انا قلت لكم، بس لو انتوا عايزين تشتروا بتقولوا عايزين بط تركي. هو ده عامه مش تركي صافي، مش اصلي، مش الام تركي والاب تركي، بس بيطلع اللون الرصاصي ده والابيض. هما دول امهم بيضه. هوريكم امهم جوه دلوقتي. فاللي عايز يشتري البط الرصاصي ده بيسموه بط تركي، بس مش هتلاقوه موجود. يعني البطايه التركي اللي هي الام كانت جايه من الزراعه، مش بيبقى موجود دايما. انا عن نفسي سالت عليه تاني ما عرفتش اجيبه. لكن انا كانت جايه لي امها بنتها بقى وكانت ما شاء الله اللهم بارك. يعني بصوا في منه بيطلع عياله كلها رصاصي، زي البطه البيضه اللي عندي عيالها كلها بتطلع رصاصي تقريبا. هما بيطلعوا للجد. الله المستعان. انا طالعه متاخر النهارده، كنا بناخد التطعيم بتاع فاطمه والدنيا كانت زحمه معايا شويه. فبصوا الشمس كست اهي، بس القفاصه لسه مضلله وشويه وتلاقوها قلبت بقى من هناك. بس الجو حر قوي اليومين دول، اللهم اجرنا من نار جهنم وبئس المصير. اما بالنسبه للبطاطين اللي صوت عالي دول اللي فضايح دول، فدول اسمه ايه ده؟ بيور. ده بط بيور، بس هما جايين لي كده نص قفلان. في البيور برضو في منه بيور صافي اللي هو الاصلي، بيبتع قوي وبيجيب اوزان حلوه، وفي منه اللي هو ما بيبتعش قوي. بس كلها عارفين مسميات للبكيني والبح والحاجات دي. بس انا هسيبهم بقى ياكلوا ويشربوا، تعالوا نخش جوه. قول بسم الله الرحمن الرحيم. اهي البطه البيضه دي هي امه، عيالها كلهم كانوا بيطلعوا رصاصي لما كان عندي الدكر اللي كده. الدكر ده عيالها مش كلهم بيطلع فيهم ابيض وفيهم رصاصي، الله المستعان. اجيب الحاجات وادخل. الطايره الرصاصي راقده، ربنا يكرمها. في ذره كتير على الارض، احط لهم شويه اكل، وبرده مش هكتر عشان الذره اللي على الارض. تعالوا نشوف بقى بتبيض فين. بسم الله الرحمن الرحيم. دول كانوا بيضتين بقوا 3. هي بتبيض هنا. نعمل كده. البيضه دي خساره، نجيب صفارين خساره. بصوا حتى هي كسراها، ولا هما اللي بيكسروا البيض مش عارفه. مكسور. بس ام صفارين دي اصلا ما بتطلعش، فانا هاخدها اصلا بقى نعملها في قرص بيض ولا حاجه، مش تقول لا. دول خليهم زي ما هم. نشوف هنا كمان. بسم الله ما شاء الله. خير، الله المستعان. دول كده واحنا معديين عايزين ميه، هدخل جوه وارجع لكم. انا لسه حاطه لهم شويه البرسيم والايه قولوا معايا، والروميه ما شاء الله عليها. ربنا يهديها يا رب، ويهدينا كلنا ان شاء الله، اللهم بارك. هي رقدت خلاص اهي، بقى لي يومين كده بطلع الاقيها رقدة، فانا هسجل لها بقى. بس دي يعني راقدة اهي. احط لهم شويه اكل عشان ياكلوا. دول تسمين يبقلظوا بس كده وهنذبحهم ان شاء الله. تسمين يبقلظوا وهنذبحهم، والروميه ربنا ينفخ في صورتها. الحمد لله كده بقى. النهارده اول يوم هقول لكم الحمد لله رقدت بسلام. البطه الرصاصه طلعت بره اهي، ودي ابتدت تندمج. احط شويه ميه، اللهم بارك، ربنا يبارك لنا وعليكم ويرزقنا واياكم. حطيت لهم الميه اهو،
والبطايه دي هنسيبها. ودول ما شاء الله اللهم بارك اللي جنبي اللي ناحيتي دي جميله، حجمها بقى حلو اهي. هما يبقلظوا بس شويه وهنذبحهم. والديك الرومي ده زغرتوله زغرتوله، مراته رقدت يا جدعان. الف مبروك يا عم، ربنا يرزقك بعيال حلوين كده ويتربوا في عزك يا رب، اللهم امين. كلي ياما كلي ياما، ما تخافيش. كلي ياما. انت بقيتي جبانه كده ليه؟ عملوا فيكي ايه؟ نتفولك ريشك؟ الف سلامه عليكي. ربنا يا رب يحسن ما بين ايدينا وايديك ويصلح حالنا وحالكم يا رب، اللهم امين. اكتر حاجه مفرحاني الروميه، يعني انا الود ودي اقول لكم باركولي، انزلوا كلكم قولوا لي الف 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 مبروك. ربنا يعوضنا خير واياكم ويرزقنا واياكم الرزق الحلال الطيب المبارك، ويحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالنا وحالكم يا رب العالمين. انت عايزه تاكلي يا بيضه؟ كلي يا تيتا، كلي يا صغنن، كلي يا صغنن، خليك تكبر يا صغنن وتبيض بقى يا صغنن. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديك ويصلح حالنا وحالكم يا رب. انا هخرج عشان هم ياخدوا راحتهم، ولكن الفيديو النهارده بعنوان باركولي وهنوني. بصوا اللي فوق ده اهو خليط تلتينات. بسم الله. احنا عندنا صغننين على فكره، مش عارفه قاعده عليهم ليه. ماشي، هي دي مراته. طيب تعالوا بقى هحط بقى للكتاكيت اكل وميه. وللاسف في كتكوت ميت يا جدعان هناك اهو، انا شلته. تعالوا نحط لهم اكل وميه اهو كده ما شاء الله اللهم بارك. حطيت لهم ميه اهو، لقيت لهم السقايه وحطيت لهم اخر جرعه بقى من التحصينه الاولى. والكتكوت اللي ميت ده تقريبا لما اللمبه وقعت هو اللي كان رجليه وجعاه، ما كانش بيتحرك. كنت موريهولكم امبارح. تعالوا بقى نشوف دول عايزين ايه. بصوا انا فرحانه جدا بالروميه وربنا يكمل لها على خير. مش يعني انا فرحانه جدا وحاسه انها تبقى عوض حلو قوي عن البطه اللي بيضها ده باظ، البطه اللي خايفه اللي هناك دي. ويمكن الفراخ لما مشيت تكون برضه بخير، وربنا يحسن ما بين ايدينا وايديك ويصلح حالنا وحالكم. الروميه بقى في الوقت ده كده لما بركه كده بقى لها يومين سهل ان احنا ننقلها، بس انا مش هنقلها. البطه الرصاصي البيض بتاعها هنا اهو، عايزه ابص عليه برضه بصه. بصوا ما شاء الله اللهم بارك، يلمع اهو. دول بقى ان شاء الله نربيهم يعني بامر الله بدون مقاطعه بدون مقاطعه. بص عليهم كده ما شاء الله. البذره ماشيه، انا شفت عينات بذره كام واحده وخلاص. البذره ماشيه ما شاء الله اللهم بارك. دي اللي انا عايزه اعرف تحتها كام بيضه، بس انا ببص عليها لقيتها ببص هي واحده بس اللي رقدتها. هي دي المره دي ايه بني، حاسه ان تحتها زياده عن بيضتين، مش عارفه ايه السبب. دول اللي قربوا فعشان كده بتابعها. كله خير يا جماعه. عارفين لو ان الناس كلما استصعبوا شيئا تركوه لما قام للناس دنيا ولا دين. ما ينفعش كل حاجه نستصعبها ونسيبها. اشقوا وتعبوا واكيد ربنا سبحانه وتعالى هيجبرنا. عايزه اقول لكم اول مره بطه ترقد عندي اتعذبت، والله العظيم اتعذبت وحاولت اجبرها. كانوا بطتين اتنين، واحده كانت شاطره ما شاء الله عليها الله اكبر، كنت دايما اسمي عليها، والتانيه كانت 6 سنين راكباها، وكانوا مع بعض اخوات متربين سوا وكل حاجه، وولاد بطه واحده وولاد ذكر واحد، بس النصيب. فانتوا ما تستصعبوش الحاجه وتفقدوا، والكلام ده اقوله لكم ان شاء الله لما ربنا يرضيني كده ويطلع عندي بيض رومي اقوله بقلب جامد. البط انا مش زعلانه عليه، هو البط المسكوفي كده كده اصلا ملوش عمر في الرقاد. بس دي كانت تاني مره، والصراحه كانت فاجئتني. اول مره كانت مطلعه لنا ما شاء الله اللهم بارك فوق ال20 بطه. المره دي بقى معرفش يمكن هما برجلوها ولخموها وفي زحمه كتير، بس اللي انا بقول لكم شويه وهيتعودوا لان انا ما عنديش مكان، فهحاول اظبط دنيتي والله المستعان. بصوا اليومين دول انا بحاول اخلي لكم فيديوهات خفيفه كده وظريفه. اهم حاجه تنزلوا تحت تقولوا لي ربنا يتملك على خير. خلاص كده بقى ايه، هقول لكم اشوفكم في فيديو جديد ومع السلامه.